لكل أم اكتشفت نوع ذكاء طفلها، اسمعيني بقى وشوفي كل ذكاء هتذاكري له ازاي. أولا، لكل أم اكتشفت إنه طفلها ذكاؤه لغوي أو لفظي، تعمل إيه؟ طريقة المذاكرة هتكون النوع ده ما عندوش مشكلة في القراية وفي اللغات وفي الحفظ، وبالتالي مش هتلاقي صعوبة في المواد دي، لكن الصعوبة عنده في المواد الخاصة باللي فيها مسائل حسابية. هتساعديه بإنك تخليه يحفظ الخطوات اللي متبعة لحل التمارين، أو نستخدم اللغة علشان يفهم المطلوب منه، يعني نستخدم مهاراته اللي هي الحفظ في إنه يعمل الحاجات اللي مطلوب إنه يفهمها، لأنه للأسف التحليل والحاجات دي كلها مش هو ده نوع ذكائه. طيب، لكل أم اكتشفت إنه ذكاء طفلها ذكاء منطقي، طريقة المذاكرة معاه بتبقى إنه مش بينفع يحفظ إلا لما يفهم. ويمكن النقطة دي صعبة قوي، يعني قبل الحفظ لازم أقعد وأفهمه، حتى لو في نص عايز يتحفظ، أيوة حتى لو في نص لازم نفهمه النص ده يقصد إيه، والمفروض يتعمل إزاي، والمفروض منه إيه، كل ده. ولو دراسات أو تاريخ أو جغرافيا نفس الحكاية، هو لازم يفهم القصة كانت إيه وحصل كذا، بنحكي حاجات عشان يفهم. يعني أقدر أقولك كده، اللي طفله ذكاؤه منطقي لازم تتحول المواد عندها من مواد محتاج يحفظها لمواد يفهمها الأول. دي أول حاجة في التعامل مع الطفل اللي ذكاؤه منطقي. تاني حاجة، خليه يستخدم الكتابة لمساعدته على الحفظ، فالكتابة بالنسبة له وسيلة بيستخدمها في التحليل، علشان كده بتساعده في الحفظ. كمان حاولي تعملي ربط بين كل فقرة وفقرة بتحتاج للحفظ، يعني مثلا النصوص بتعملي ربط بينهم، وعلى فكرة لازم يكون الربط منطقي، يعني الحدث ده كان من المنطقي انه يحصل بعد الحدث ده عشان الموقف ده حصل قبليه. الشعر ده ايوه هو قال كذا فكان الطبيعي يقول الكذا التانية دي. يعني بتحاولي تربطي الامور عشان يفهمها، ما يكونش بيحفظ بس. مش بس كده، ده الجميل بقى ان اللي ذكاؤه منطقي هو بيحب قوي يحل الازمات، فممكن تقولي له كده: هنعتبر المواد الحفظ هي ازمة بتمر بيها في المذاكرة، فورينا بقى ازاي تكون بتحلها. عايزين نربط حاجات وعايزين نفهمها بطريقة، او في النصوص عايزين نربطهم ببعض، فشوف كده تعملها لنا ازاي. على فكرة اللي ذكاؤه منطقي بيعرف يربط قوي حتى في النصوص وحتى في التاريخ، فبيعرف يوصل ازاي يحفظها من غير ما يتضايق، بس يعرف انها ازمة. بس خلي بالك وانتي بتتعاملي مع الامر ده، ما تقوليش عشان انت مش بتعرف تحفظ، عشان انت غبي. هو مش غبي، هو ذكاؤه بس ناحية المسائل والرياضة، علشان ما توصلوش رسالة انه غبي، لكن توصله رسالة ذكائك رياضي، ومحتاجين نتعامل مع الامور التانية اللي محتاجة حفظ. لكل أم اكتشفت إنه ذكاء طفلها ذكاء حركي أو حسي، وده تالت نوع، محتاجة بقى تعمل حاجة تانية خالص، لأن الطفل ده ذكاؤه مش متجه أكاديميا. فخلي طفلك عشان تشجعيه على المذاكرة، خليه يمارس الموهبة اللي بيحبها، سواء بقى تمثيل أو رياضة أو أي حاجة تانية بيحبها، أو يخيط أو يلون. كل ده هتخليه يبقى عنده حافز إنه يدرس، بشرط ما ينفعش كمان تطلبي منه انه يكون متفوق اكاديميا، ده فوق قدراته الذهنية، هو ما يقدرش على كده، مش لانه غبي، بس لانه اتجاه ذكائه ناحية الحركة والموهبة. فانت بس تشجعيه على موهبته وتخليه يكون بيقوم بيها، وتبقى وسيلة. لو ذاكرت هنروح التمرين، لو ذاكرت هتروح تدريب التمثيل، لو ذاكرت هتروح تكون بترسم. فلو ذاكرت هتعمل الموهبة بتاعتك بكده، هيذاكر علشان يخلص، علشان يروح ينبسط بالحاجة اللي بيحبها كأنها مكافأة. وعلشان خاطر كمان الطفل ده يفهم ويستوعب، مش بس تشجعيه على الموهبة، كمان تخليه يكون بيستخدم الحركة، يعني تخليه يقوم بالتجربة بنفسه، يبقى فيه وسائل إيضاح يستخدمها بإيديه عشان يوصل للمعلومة. وهكذا طفلك اللي نوع ذكائه ذكاء
حركي بيحتاج إبداع في وسائل الإيضاح. ده بالنسبة للطفل اللي ذكاؤه حركي. طيب لكل أم اكتشفت إن ذكاء طفلها ذكاء تفاعلي أو اجتماعي، طريقة المذاكرة تبقى إزاي؟ لأنه بيحب العلاقات والتفاعل مع الناس، شجعيه إن يكون لما يذاكر هنلعب مع بعض، بعد ما تخلص الواجبات هتنزل تلعب مع أصحابك أو هتروح تلعب مع أصحابك أو هنتفرج مع بعض على فيلم بنحبه سوا. هو بيحب كده، بيحب يبقى فيه تفاعل مع الناس. كمان مهم قوي كل ما يخلص حاجة تشجعيه، لأن هي دي طريقته في التواصل، بيشجع الناس. تكوني بتشجعيه بالأمور أو بالواجبات وبالمذاكرة اللي خلصها. كلمات التشجيع مهمة جدا. ممكن قوي لو تقدري تجيبي أصحابه يكونوا بيذاكروا مع بعض، بس طبعا خلي عينك عليهم، لأن هم لما هيقعدوا مع بعض ابنك هيبقى حابب يتكلم ويضحك ويهزر، أو بنتك، لأن هي دي طريقتها في التواصل. فخلي عينك عليهم. لو لقيتيهم ابتدوا يبعدوا عن المذاكرة ادخلي بهدوء ومن غير ما تزعقي عشان ما تحرجيش ابنك، لأنه اللي عنده ذكاء تفاعلي بيبقى حساس قوي للنقد خاصة قدام الناس. فقولي لا، ده انتوا سبتوا المذاكرة، خلصوا مذاكرة وبعد كده تلعبوا مع بعض. فحاولي تبقي بترجعيهم للمذاكرة بس بدون عصبية. آخر ذكاء هناخده النهاردة هو الذكاء الفردي، وهو ده خامس نوع من أنواع الذكاءات. الحقيقة الذكاء ده مش محتاج تعبك خالص، هو عارف مطلوب منه ايه، بيدخل من المدرسة يطلع الواجب ويخلصه، لأنه فعليا بيحب المذاكرة. هو على فكرة مش بيحتاج تتابعيه، بالعكس ده لما بتتابعيه بتشتتيه. يعني لما يبقى قاعد بيذاكر وانتي فوق راسه كده يبقى متضايق، يحب يذاكر بهدوء. مشكلته بقى الأساسية ايه؟ انه هو بيحس انه الدراسة دي حاجة هايفة جدا بالنسبة اللي هو عايزه، دايما يسأل أسئلة وجودية، فليه ده حصل؟ ويبتدي عايز يتطور ويتوسع قوي في المعلومة. فتكوني معاه وشجعيه انه يبحث اكتر واكتر، ما يكتفيش باللي بيذاكره، لانه ده مش بيشبع شغفه ناحية المعرفة. كمان من فضلك لو بيحب القراية ما تمنعيش ده وتقولي القراية ما تنفعش في وسط المذاكرة، لأنه القراية هي المتنفس الوحيد ليه من عبء الدراسة، وممكن جدا يكون صديقه الوحيد. دول أول 5 أنواع ذكاءات، وإزاي تكوني بتذاكري لطفلك لو بيتميز بواحد منهم. فاضل 5 تانيين بس هناخدهم المرة الجاية.